الظرف الثالث لو طفل كبر وأهله ما بيدعموهوش، ما بيشجعوهوش ولا بكلام ولا بالخطوات. يعني مثلا طفل يكون عاوز يدرس حاجة معينة والأهل مقررين لا هم عاوزينه يدرس الحاجة التانية دي، فيقوموا ما يشجعوهوش خالص على إنه ينمي قدراته في الحاجة اللي هو بيحبها ويخلوه يتجه للي هم عاوزينه. معظم الأوقات بيفشل الصراحة لما الطفل بيبقى مش مدعوم من أهله بتشجيع. أوقات بيبقى فيه العكس بقى كمان، أنزل من قيمته. دايما مش عاجبني اللي الطفل بيعمله، جاب درجة لا كان لازم تجيب درجة أعلى، عمل حاجة بطريقة معينة لا كان ممكن تعملها أحسن. ده بيهز جدا ثقة الطفل في نفسه، فيطلع دايما حاسس إن هو مش هيقدر ينجز، مش هيقدر ينجح. دي بعد المواقف اللي بنشوف فيها جروح الطفولة بتأثر جدا. في الحالة دي بيبقى أسلم حاجة إنه من والطفل بيكبر الواحد يبتدي يكتشف إيه الحاجات اللي مأثرة فيه، ومش وحش أبدا ياخده لحد مختص يساعده على التخلص من النقط دي.